تطور مفاجئ في رحيل وسام ابو علي عن الاهلي والنصر السعودي يقلب الموازين. شهدت الساعات الماضيه انسحاب الوصل الاماراتي والريان القطري من صفقه التعاقد مع وسام ابو علي مهاجم الاهلي وفقا لتقارير اماراتيه. وجاء في التغطيه ان نادي الوصل والريان قد انسحب من صفقه التعاقد مع وسام ابو علي بسبب المبالغات الماليه في المفاوضات حسب التقارير الاماراتيه. وكشفت تقارير اعلاميه سعوديه ان وسام ابو علي مهاجم منتخب فلسطين والفريق الاول الكروي بالنادي الاهلي داخل دائره اهتمام نادي النصر السعودي تمهيدا للتعاقد معه خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه. ووفقا لموقع جول السعودي فإن نادي النصر الذي تخلى عن مهاجمه جون دوران وسط توقعات بعدم ضم مهاجم جديد خاصة بعد تجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يفاجأ الجميع خلال الأيام المقبلة بالتعاقد مع وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي. وأضاف الموقع السعودي فإن النصر السعودي اقترب كثيرا من التعاقد مع وسام أبو علي وهو الأمر الذي يعد بمثابة مفاجأة غير متوقعة لأن النصر لم يكن مرشحا للتعاقد مع أي مهاجم. في نفس الوقت لم يكن ضمن الأندية المرشحة للحصول على توقيع وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي. أتمنى أن تكون مفاوضات نادي النصر السعودي حقيقية لوسام أبو علي. النادي الاهلي يطلب من نادي الريان القطري 10 مليون دولار، لكن لو نادي النصر السعودي دخل في مفاوضات النادي الاهلي يطلب 15 مليون دولار و20 مليون دولار ونادي النصر السعودي هيوافق على العرض المقدم من النادي الاهلي. هل تتمنى رحيل وسام ابو علي ب 10 مليون دولار او 15 مليون دولار ولا لا؟